كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو. صباح الجمال، يا صباح الحلاوة، يا صباح كل حاجة حلوة. يسعد صباحكم يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب العالمين ويهنيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده كده جايه اخدكم في روتين اليوم بتاعي من اول ما صحيت اهو. احنا حضرنا فطار وفطرنا، دخلت على الغسيل زي ما انتم شايفين. غسيل ما اقولكوش، انا ليا يومين ما غسلتش. انا كنت بغسل يوم ويوم، انا ليا كده يومين ما غسلتش. بصوا كميه الغسيل ما اقولكوش، يعني مكورين هنا وهنا. تعالوا اوريكم الغساله دي، كده يعتبر دي تالت حطه. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا حاولت اصلح الغساله بتاعتي بعد ما جبنا الراجل، حصل فيها مشكله في البورده. انا اكتشفت ازاي ان هو جه يصلحها وشغلها كده، بس ما شغلهاش بالميه ولا شاف الزراير بتاعته كان شغاله كويس ولا لا. تمام، قال لي لا ده هي تمام شغاله وزي الفل. ورحت سبته خلاص مفيش مشكله، انت شايفها حضرتك شغاله؟ قال لي اه خلاص، وجربها قدامي هي شغاله، لكن احنا ما كناش مشغلينها ميه. المهم مشي من هنا. رحت انا دخلت الغساله مكانها ورجعتها مكانها، ودخلت الخراطيم بتاعه الميه والصرف ومش عارفه ايه، وحطيت دوره غسيل وقلت اشغلها. جيت اشغلها تملى الغسيل وتصرف، يعني تملى وتصرف في نفس الوقت، تملى وتصرف. ادوس على زرار الباور اللي هو بيشغل البرامج بتاعته، مش راضي يشتغل خالص، بيشتغل منه نفسه على طول. فرحت اتصلت بيه، حضرتك الغساله حصل فيها كذا كذا. قال لي ما هي حضرتك بان كده يبقى البورده بتاعتها اتحرقت او عايزه تتغير. طب حضرتك خلاص ارجع لي واعملها. قال لي والله انا وصلت نص البلد فمش مش هينفع ارجع تاني. استني عليا يومين لما افضى وكده وهرجع ارن على حضرتك او حضرتك تابعي معايا. فانا بصراحه الكلام ده يوم الجمعه، والنهارده هو الاربع، فما رنتش عليه تاني والله. وحصل عندي ظروف برضو، فقلت كنسلت على الموضوع يعني. فقلت خلاص يومين كده، ولا ممكن يكون يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، كنا ابو العيال قاعد نروح باذن الله متصلين بيه. فبرضو رجعت غسالتي اللي هي ربنا يبارك لي فيها، يعني نفعاني في وقت الزنقان اهي. شغلتها برضو وغسلت وخلصت كده الغسيل بتاعي زي ما انتوا شفتوا. معلش انا طولت عليكم. وخلصت الغسيل بتاعي، وبصوا انا لميت كميه غسيل على اساس بقى ان انا ايه هغسل في الغساله التانية وهتريحني شويه وكده. لا، برضو غسلتهم على ايدي. ودول كان عندي شويه كوفرتيات. لما جيت دلوقتي هتشوفوا انا الاوضه بتاعت العيال قررت ان انا اغيرها، هبيع الاوض بتاعتها الخشب وهجيب لهم سراير تانية او دولاب تاني يعني لحد ما ربنا ييسر. فكل الهدوم اللي انتوا شفتوها دي، وطلعت هدوم الشتوي اللي وقعت في الارض مش عارفه الكيس بتاعها اتقطع، فقلت لا انا ما ينفعش اشيلها كده. رحت خدتها قلت اغسلها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين المنظر ده. بصوا كميه غسيل مهوله غير اللي انا غسلتها بره وشفتوها. فقلت خلاص مش مشكله اغسل كل دول وايه واحطهم نضاف. انا كده كنت خلصت بقى وزي ما وريتكم. ورحت قلت اخد الغساله بتاعتي وبقى وارجعها مكانها. المكان بتاعها هنا، انا ما ينفعش ارجعها في البلكونه، محطهاش في البلكونه وملهاش مكان تاني غير في الحته دي. انا بحطها وبغطيها باي قماشه كده حلوه شكلها حلو وبسيبها على جنب. انا كمان ما ينفعش ان انا اسيبها في الحمام. ليه؟ احنا مثلا العيال بتستحمى بتغسل اي حاجه، فممكن تيجي عليها ميه تبهدلها، اجي تاني مره تكون مخزنه ميه ولا حاجه وشغلها تتكهرب. فانا بصراحه ايه، قلنا نطلعها بره ولما اجي اغسل ادخلها. هنا كده زي ما انتوا شفتوا الغسيل بتاعي كان عامل ازاي كده. خلصت كله، والحاجات اللي نشف دخلتها جوه ونشرت الباقي. دخلت بقى على اوضه العيال زي ما انتوا شفتوا المنظر ده. انا فضيت الحاجات اللي تحت السرير وكده عشان الراجل هيجي ياخد الاوضه يعني. فانا قلت نظفت الجنب، طلعت من السرير اللي احنا نظفناه في الناحيه التانية اللي فضيناه في الجنب التاني، وهاخد الحاجات دي من السرير ده احطها على الناحيه التانية، والحاجات اللي ما تلزمنيش في الاوضه هطلعها. عايزه اقول لكم كان اليوم ده يعني تعب جدا، تعب يعني. انت غسيل طول اليوم من الصبح لحد يمكن الساعه 1 الظهر. وبعد كده دخلت على الاوضه زي ما انتم شايفين. انا مش عارفه الكراكيب دي جت منين بجد والله، مش عارفه الكراكيب دي جت منين. وحاجات كميه حاجات انا ما اعرفش جت منين. مثلا عندي شويه هدوم مش عايزاهم دلوقتي صغروا، لا هشيلهم لما اروحهم البلد عند عيال اختي.
طيب عندي لا حاجات هدوم كبيرة، لا طب خليها السنة الجاية لما عيالي تلبسها. فضلت اركن بقى شنط على شوالات على هدوم. وغير ان انا اصلا كان عندي حاجات مثلا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بطاطين، اللحافة دي الحاجات اللي انا كنت متجوزة بيها. فطبعا احنا في الصعيد بنجيب بالثلاث بطاطين واللحاف، ونجيب بطانيتين اطفال. فعندي كمية الحمد لله ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين كده. فمفيش استهلاك ليها كتير. احنا مثلا ممكن نيجي في الشتاء العيال بنطلع لهم البطاطين بتاعة العيال اللي انتوا شفتوها دي، وانا بطلع لي اللحاف الفايبر بس. فما عنديش استهلاك، فكله زي ما هو متشال جديد. فطبعا يعني كانت بهدله، فاخدتهم كده زي ما انتوا شفتوا. والراجل جه خد السرير التاني، نضفت برضو كده، قلت ما اسيبش الاوضه كده، لا احطهم كلهم على جنب كده على شكل حلو يعني لحد ما ربنا ييسر. احنا هنبيض الاوضه دي كمان، هديلها وش، وبعد كده نجيب لهم السراير. انا ما حبيتش ان انا احط لهم السراير لو جبناها جديده يعني من غير ما اديها وش. فالله المستعان يعني. فانا قلت ايه افضلهم الاوضه برضو واروق عليها واكنسها وامسحها كويس، عشان لو في حاجات تانية وتراب وكده اشيلها تبقى الاوضه ايه زي الفل. بس انا عايزه اقول لكم ان انا خليت الدولاب بتاع الاطفال، لان انا مش هقدر اجيب دولاب دلوقتي. فانا خليت الدولاب وبعنا السراير بس بصراحه يعني، عشان ما اكدبش عليكم انا بعت السراير وسبت الايه الدولاب بتاع الاطفال، عشان احط لهم بقى الهدوم بتاعتهم وكده. ما ينفعش ارميها ولا احطها في كراتين ولا اي حاجه. فانا قلت اركن الدولاب دلوقتي، اجيب السراير وبعد كده اجيب لهم دولاب بعدين بصراحه يعني. انتوا فاهمين يعني الحاجه ايه هتيجي واحده واحده. ما ينفعش كله خبط لازق، وما ينفعش اجيب الحاجه كلها مره واحده. طبعا انتوا عارفين لو انا حبيت ان انا اجيب اوضه نوم كامله بتاعه اطفال، انا سالت عليها دخلها في 25,000 جنيه، يعني مبلغ وقدره. طب والناس هتجيب منين 25,000 جنيه؟ فانا قررت ان انا اعمل سريرين لكل واحد كده، سرير متر، لحد ما ربنا يكرم كده وييسر اجيب لهم باذن الله دولاب يعني تاني. ابيع الدولاب ده واجيب لهم دولاب تاني. بس يا بنات، فانا كده دخلت الاوضه زي ما انتم شايفين، قعدت الم الحاجات. انا عايزه اقول لكم انا عندي كميه فوط ما شاء الله تبارك الله يعني. امي ربنا يبارك لها ويديها الصحه والعافيه يا رب، كانت بتجيب لنا فوط وتخزن لنا فوط وكده يعني. فانا كان عندي طقم من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي انا بستعمله، وان شاء الله هيترمي خلاص عشان هو دبل يعني. فانا قررت ايه اطلع لنا طقم فوط تاني بصراحه. طقم الفوط بتاع زمان ده القطن بتاعه كان حلو والفروه بتاعته عاليه فبتقعد، غير الفوط اللي طالعه دلوقتي والله، او الخامات يعني. مهما جبتي حاجه غاليه و500 و600 بتبقى الخامه الاولانيه اللي بتطلع بتبقى الخامه بتاعتها حلوه. كان هنا عندي طقم ملايات بتاعت اطفال، لا ده بتاع الكبار على فكره. ده الطقم بتاع الملايات الكبار، كنت فرشت الطقم وفضلت الخداديه بتاعته. وعندي شويه طرحتين، هما مش عارفه ايه شويه دول، هما طرحتين بس. دول عارفين دول بتوع زمان، اما اتلبسوش والله العظيم مش عارفه شايلاهم ليه. كنت الاقيه لما اكبر وكده واحب اخبي شعري عشان عيالي وكده وان هما رجاله، فركنتهم. قلت لما اكبر وابقى ايه اغطي شعري بيهم قدام العيال. شفتوا التفاهه، شفتوا التفاهة وصلت لحد فين يعني. هو الواحد اصلا مش ضامن عمره يعني. والله هو ده الفكره، ان انتي تقولي هخزن ده خليها لبكره خليها لبعده لحد ما تعملي شوالات واكياس وحاجات كتيره ملهاش اي 30 لازمه. فانا بصراحه انا قررت ان انا اتخلص من الحاجات اللي ملهاش لازمه عندي، هشيلها يعني. الحاجه الضروريه فعلا هي اللي هخليها، لكن الحاجه اللي انا مش هلبسها او كده خلاص. يعني دي حته قماشه المفروض ان انا كنت افصلها، مش عارفه كنت افصلها خداديات تقريبا او كنت افصلها ايه، ركنتها. طب وبعدين اهليها كام سنه مركونه زي ما هي. بس انا هفكر لو انا هغير طبعا ال هجيب مخدات جديده للعيال، عفوا، هعمل لها وشاش جديده. فانا برضه هخليها، شفتوا هخليها، لا هخليها دي تنفعني بدل ما اروح اشتري بيضات تانية. اخليها دي فرشة ايه زي وش ليهم واقفله كده. كل ما اجي اغسله واروح محطاه تاني مكانه، غير الوش الاساسا بتاع الملاية. انتوا فاهمين يعني حاجة حميان. انا كده لميت كله بقى على جنب وابتديت اكنس كده جنب جنب.
ولما اجي خلاص اقرر ان شاء الله نبيضها، اروح نطلع ده كله بره في الصاله او في الاوضه التانية وابيض الاوضه. بصوا انا في الصاله لميت كل اللعب زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد كده ايه كنستها وفضل ان هي تمسح مكان التراب. يعني انا عايزه اقول لكم الحاجه اللي تفضوا اوضه واحده ولا حتى بلكونه تيجي تفضوها بتعمل كميه تراب في الشقه ما تعرفش تيجي منين، يعني الواحد احتار بصراحه. فانا كده كنستها وقلت خلاص ايه اديها شويه ميه حلوين. لقيت الجو حر قلت ما بديهاش بقى، عايزه شويه صابون من حلوين دول اللي انت ايه تفضلي تدعكي كده بالمقشه ترطب عليكي وتكنسي الارض وتمسحيها، لان في اللي هو الاسمنت الابيض ده بيلزق في الارض ما بيبقاش ينضف بسرعه، فلازم ينضف بصراحه بالطريقه دي. فزي ما انتوا شفتوا كده حاولت الم الصابون يمين وشمال عشان ايه اكنس واروق على الدنيا. طبعا انت لحد هنا نسيتي تعملي لايك واشتراك وتعملي شير للصفحه، طبعا نسيتي خالص، ازاي تنسي اختك حبيبتك؟ يلا قومي كده وربنا يهديك ويصلح حالك، حطي لنا لايك واشتراك للصفحه وتفعلي زر الجرس ليوصلكم مني كل جديد. وان شاء الله يا رب يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، يا رب القناه تكبر بيكم. وحابه اشكر كل او اي حد انضم للقناه وقال لي كلمه حلوه، ربنا يبارك فيكم ويرزقكم ان شاء الله من واسع فضله ويصلح حالكم باذن الله جميعا واياكم يا رب العالمين. بس قولوا لي ايه بقى رايكم في اليوم المدعكه ده؟ وطبعا ده كله ولسه ما عملناش غدا. عايزه اقول لكم انا كده خلاص داخله على الساعه 3 ولسه ما عملتش غدا. فانا بحاول خلاص بقى ايه الم الميه بتاعتنا دي اللي احنا عملناها ونشيل بقى بسرعه. عايزه اقول لكم ان شاء الله برضو لو ربنا كرمني وعملت الاوضه وجبت بوهيه، هجيب بوهيه للصاله برضو اديها وش تاني. زي ما انتم شايفين بصوا في اسمنت واقع، في لطيخ مكان الايدين بتاعه العيال، فبصراحه يعني كتر خيرها الصاله ليها سنتين ما اتعملتش فعايزه تتعمل. انتوا قولوا لي بقى ايه رايكم، اعمل اللون ايه نفسه اللون هو الرمادي ولا اعمل لون تاني؟ اكتبوا لي في التعليقات بالله عليكم لو يعني حابين تشاركوني رايكم. عايزه اقول لكم وانا بمسح حاسه بكميه آه طراوه على تحس ان النظافه دي بتغسل الواحد من جوه، مش بتغسل الشقه لا بس، لا بتغسل الواحد من جوه. الواحد مستمتع جدا بالميه طبعا مع الحر اللي احنا فيه ده، فكأنك في حمام سباحه بقى وما اقولكمش. الله المستعان يا بنات. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، لان انا بقيت انسى بصراحه، دي حاجه مش كويسه. لازم لساننا يكون على طول شغال بالذكر وعلى طول بالصلاه على النبي. والله العظيم لما الواحد بيصلي على النبي كتير وتقولي اذكار كتير بتحس ان انتي نفس الراحه النفسيه ليكي حلوه، وان في حاجات حلوه بتحصل في يومك. فما تنسوش وذكروني واذكركم ان احنا دايما يبقى لساننا راتب بذكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام دايما بالله عليكم. انا هنا طبعا سحبت الميه بتاعتي زي ما شفت، قلت لازم ايه اديها شرشوبه. عايزه اقول لكم ان انا كنت طبعا مسح البلكونه، يعني انا ما ينفعش امسح الصاله واسيب البلكونه، انا كنت مسح الصاله. يا رب كنت مسحه البلكونه بعد ما خلصت تنشير تمام، ودخلت بقى على الصاله زي ما انتم شايفين. فقلت انا خلاص سحبت الميه هنشفها. حلوه الشرشوبه دي، خفيفه عن التانية الاولانيه كانت تقيله قوي. بصوا الارض بتلمع ازاي من الكلور والصابون والدوني، بصراحه حاجه فظيعه. ريحه النظافه حلوه يا جماعه، لازم تقومي كده تنظفي البيت وتديله رشه ميه كده هتلاقي الدنيا فرقت معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بس كده يا بنات انا عملت الجنب ده وعملت الجنب التاني. معلش بقى بالعبايه بتاعت ستي اللي انا لابساها دي من ايام زمان من ايام الفراعنه، بس انا مخليها عشان هي واسعه كده فضفاضه، فبحبها وانا بعمل روتين او بحبها وانا بعمل البيت، يعني بتبقى فضفاضه عليا ومش بتضايقني بصراحه. غير في عبايات تانية تلبسيها تكون يحس ان انتي مخنقاكي كده ومتضايقه منها ومش عارفه تتحركي يمين ولا شمال. عايزه اقول لكم انا حاطه الحافظه اهي، انا غسلتها وحطيتها برضو على الكنبه، قلت بعد ما اخلص ان شاء الله افرشها. عايزه اقول لكم الحافظه دي طلعت حلوه جدا، يعني اللي هو بديل السجاد. حلوه ووحشه في حاجه، يعني حلوه لما تيجي تفرشيها في ايدك خفيفه وزي الفل، وحشه ان لما تيجي تغسليها تيجي تغسلي بتكلكع معاكي وبتتعبك شويه في الغسيل. لكن لو حطيتي لها حاجه تقيله من هنا وحاجه تقيله من هنا مش هتلم معاكي وانت بتغسلي. انا كده حاولت بقى ايه يا بنات انشف كل الفرش، كل فرش انشف كل الميه اللي انا عملتها حوالين الفرش. عايزه اقول لكم في اثناء الوقت وانا بمسح كده اولادي في الحمام والله العظيم عمالين يعني يخلوا الحمام ميه خالص، عاملين يلعبوا بالميه ورشاشوا على بعض وربنا يسترها. انهم بعد ما بيلعبوا بالميه وكده بيطلعوا بيقعدوا لهم ساعه ولا 2 بيطلعوا تعبانين، ربنا يسترها. انا كده هنا برضو دخلت على الاوضه بعد ما كنستها زي ما انتوا شفتوا، كنستها وقلت امسحها.
ده الدولاب الوحيد اللي فاضي، لكن الاوضه كده خلاص فاضيه ما فيهاش غير الدولاب يا ربي والتسريحه دي ولا الكومودينو. لا الكومودينو برضه انا بعته. التسريحه دي التسريحه اللي المفروض كانت تسريحه. المرايه حطيتها عندي في اوضتي، ودي اللي هي التسريحه اللي بتحط عليها في المرايه. انا كمان عايزه لي مرايه حلوه او تسريحه حلوه في الاوضه بتاعتي، لان التسريحه بتاعتي اتكسرت وفضلت التسريحه والمرايه اللي هي اللي اتكسرت. فانا خدت المرايه بتاعت العيال، طبعا هم عمالين يتخانقوا معايا عايزين مرايتي ومش عارفه ايه، فقلت لهم خلاص انا ريحتكم، ولا مرايتي ولا مرايتكم، هي اصلا ايه هتتشال. بس يا بنات ما تنسوش بقى لايك واشتراك للصفحه وتفعلوا زر الجرس ويوصلكم مني كل جديد، وقولوا لي ايه رايكم في الروتين بتاعي ان كان بيعجبكم، او ايه التعديلات اللي انتوا عايزين اعملها، او ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني ان انا اغيرها في روتيني قولوا لي، وانا ان شاء الله هعمل بالنصيحه بتاعتكم وبكلامكم باذن الله. اشوفكم على خير وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما انسى، انا بعد ما انا نشرت طلعت غسيل تاني، ده غسيل ده اللي لميته بعد ما نشف، يعني انا لسه هطبق غسيل. في غسيل تاني بصوا منشور، وفي عايزه اقول لكم ان في طبعا حافظات جوه وسجاد عايز يتنشر. يلا الله المستعان، يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.